السلام عليكم. تخيل معايا كده إنك ماسك ريموت وبتدوس على زرار التلفزيون بيستجيب فورا. طب هو سؤال بسيط، هو التلفزيون فاهم إزاي؟ يعني هو عرف منين أنت عايز إيه؟ نفس الفكرة بالظبط في البرمجة، بس بدل الريموت أنت بتكتب أوامر والكمبيوتر بينفذ. أنا عارف إن كلمة برمجة ساعات بتخض، تحس إنها للناس الغريبة اللي عمالة تكتب أرقام على شاشة سوداء وتكتب لغة كده عجيبة مش مفهومة وبتعيش في عالم لوحدها. بس الحقيقة البرمجة أبسط من كده بكتير. البرمجة معناها إنك بتقول للجهاز يعمل إيه بالطريقة دي وبالترتيب ده بس. يعني إيه برمجة أصلا؟ تعال نعرفها بتعريف يمسك في الدماغ شوية. البرمجة بتساوي تعليمات واضحة للجهاز عشان ينفذ مهمة، زي بالظبط لما تقول لحد روح المطبخ، افتح التلاجة، هات لي المية وحطها على الترابيزة. لو قلت له هات لي حاجة ساقعة ممكن يجيب لك عصير أو يجيب تلج، ممكن يجيب أي حاجة. إنما البرمجة لازم تكون واضحة محددة خطوة بخطوة. هاقول لك الحقيقة اللي هتريحك جدًا، الكمبيوتر مش ذكي، هو سريع جدًا لكنه مش ذكي. يعني أنت لو كتبت له أمر غلط هو مش هيقول لك حاضر يا فنان فهمت قصدك، لأ، ده هيقول لك أنا هانفذ اللي أنت كاتبه بالحرف، حتى لو هيبوظ الدنيا. وعلشان كده المبرمج الشاطر مش اللي عارف لغات كتير، المبرمج الشاطر فعلًا هو اللي بيعرف يفكر صح، يرتب خطواته، ويكتب أوامر واضحة. تعالَ نقول كده مثال بسيط. أنت دلوقتي داخل على تطبيق زي يوتيوب، عملت سيرش عن برمجة، في ثانية واحدة هيطلع لك نتائج، صور، فيديوهات، اقتراحات، ترتيب، كل حاجة جاهزة. المبرمج هنا عمل إيه؟ عمل 3 حاجات مهمين جدًا. أول حاجة فهم المشكلة، المستخدم عايز يبحث، حولها لخطوات، اكتب، دَوّر، رجّع نتايج، اعرض. وبعد كده كتب كود علشان الجهاز ينفذ الخطوات دي. يبقى البرمجة مش كتابة كود، البرمجة قبل الكود هي تفكير زائد تنظيم زائد خطوات. خلّيني أقول لك السبب اللي بيوقّع ناس كتير جدًا. ناس كتير بتبدأ غلط، تدخل على طول تتعلم لغة بايثون، جافا سكريبت، HTML، بعدها بأسبوعين بتلاقيه بيقول لك أنا مش فاهم أي حاجة، أنا تايه، أنا مش عارف أنا باعمل إيه أصلًا، لإنه اتعلم شكل الكتابة بس ما اتعلمش طريقة التفكير. وده بالضبط هدف السلسلة دي. إحنا مش هنبني حفظ، إحنا هنبني فهم. تخيل إن أنت عندك عربية، أنت مش لازم تكون ميكانيكي عشان تتعلم السواقة أو تسوقها، بس لازم تفهم الأساسيات. الأساسيات إن مثلًا البنزين بتاع العربية ده بيخلص إزاي، الفرامل بتشتغل إزاي، الزيت مفيد في إيه، لو لمبة نوّرت في العربية نفهم منها إيه اللمبة دي. نفس القصة في البرمجة بالضبط. مش لازم تبقى عبقري كمبيوتر، بس لازم تفهم الأساسيات. يعني إيه برنامج، يعني إيه أمر، يعني إيه ذاكرة، يعني إيه تنفيذ، عشان لمّا تدخل تتعلم لغة تلاقي الدنيا مفهومة مش مرعبة. طيب كده أنت بقى فهمت يعني إيه برمجة، بس لسه في سؤال أخطر. الكمبيوتر أصلًا بيشتغل إزاي من جوّه؟ يعني إيه processor، يعني إيه RAM، يعني إيه ملف، وإزاي الجهاز بينفذ الأوامر دي خطوة بخطوة. الحلقة الجاية هنبدأ نفهم الكمبيوتر نفسه من جوّه. لو الفيديو ده وضح لك الفكرة اعمل سبسكرايب واكتب لي في الكومنت أنا جاي معاك. دي كانت كود ستارت اب ومشوارنا لسه بيبدأ.